هلا والله معاكم قاعد دايم يا جماعة الخير. والله المشاكل شكلها رجعت اون فاير. ليش عم بحكيها وانا مبسوط؟ ماني عارف يا جماعة الخير. يمكن لاني سمعت اخيرا دس جديد من باري، وبما اني حكيت عن الدس فلازم احكيكم اني مخبي لكم ردة فعلي على الدس. قولوا لو حابين اني انزل ردة فعلي على دس باري تيوب اللي كان بالمصري ولا لا. المهم اللي ما بيعرف، فتقريبا من سنتين نزل كويلي مقطع عن الفيروس اللي انتشر بهذيك الفترة، وبعدها باري رد عليه وكان مختلف معاه من ناحية الرأي. انا بصراحة كنت بشوفها ان اختلاف اراء اكثر من انها مشكلة كبيرة، لانه حرفيا كويلي كان عم بيحكي انه الفيروس مصنع وانه كان عنده دلائل ونوعا ما كان مؤثر، الشيء اللي ما كان المفروض انه يسويه ولكنه سواه. نزل انه هو ما بياخذ اللقاح، وفي كتير ناس قررت انه تعمل نفس الشيء لانها بتثق فيه ثقه عمياء. وباري بعد ما شاف انه الموضوع خطير وانه في ناس ممكن تنضر من هذا الشيء رد عليه، ومن بعدها صارت اشياء كتير. تمام، وانا بصراحه لازم احكي اول شيء وقبل ما ابدا المقطع انه انا بحترم الاثنين، باري تيوب وكويلي، وكل شخص كان عنده راي بالموضوع وكانت اختلاف اراء. صحيح انه كان عندي ملاحظات على كويلي، مثل انه ما كان المفروض يحكي انه هو ما راح ياخذ اللقاح لانه في كتير ناس راح تاثر بكلامه، ولكن خلص الموضوع انتهى ومرت سنتين على الموضوع وما صار فيه اي شيء، وحرفيا كلياتنا كنا متوقعين انه الموضوع انتهى، يعني خلص ما راح يصير اي شيء جديد يا جماعه الخير. بس المهم من فتره مو كتير طويله طلع كويلي بعد سنتين وحكى عن الموضوع عن باري تيوب. ما حكى عن الموضوع بذاته ولكن حكى عن باري تيوب. خليني اورجيكم اياه. باري تيوب معك في مشكله وياه. بلش باري. شنو مشكلتك مع باري تيوب؟ انت شوف، انا لو تلاحظ ترى كل شيء انا مالي شغل، ها ترى هم اللي يجون. زين. تكلم عن موضوع اللي انا كنت حاط صوره، قلت اول مره يجيني تحذير، يعني تحذير من اليوتيوب وشي، كنت كاتب كلام جينا تحذير شي، كان يقول يعني شوف حتى لما جاك تحذير من اليوتيوب حطيت انه مؤامره عليك بتويتر علق عليك كذي. زين، قلت ما له شغل مؤامره يعني بالموضوع. واصلا الفيديو ما يتكلم عن المؤامره، احنا قاعد نتكلم عن تسريب ايميلات، ما له شغل بالمؤامره. فعرفت اللي خذاها من هالناحيه. قال زين كله كان من باب الضحك، يعني تعرف انت من قبل ولا تمون عليه ولا مسولف معه ولا شيء نهائيا. زي ما حسيت انك كنت قاعد يضحك تغشمر، ولا حسيت انه شخصنها شوي وياه؟ في اسلوب اهانه شوي كان. فانا رديت على رد محترم، قلت ان احنا زملاء ونحترم بعض وكذي، بس تحسفت اني صراحه اني رديت الرد هذا. ليش؟ لان مو اي شخص يستحق انك ترد عليه الرد هذا. في اشخاص ما ترد عليهم المفروض. شوف خلوني اكون معاكم صريح، ولكن كويلي هون كان غلطان الصراحه. ما كان غلطان بالكلام اللي حكاه، لا كان غلطان لانه رجع وفتح الموضوع من جديد. يعني يا كويلي، يعني لو كنت لساتك متضايق من باري تيوب فالمفروض تروح وتحكي معاه على الخاص بينك وبينه، ما تطلع كل هاي الاشياء او الشيء اللي بقلبك للجميع، لانه حرفيا باري ما راح يسكت لك، وخصوصا انه انت طلعت عم تحكي عنه ببودكاست. فكان المفروض انك تروح وتتفاهم معاه بدون ما تطلع كل شيء قدام الناس، لانه حرفيا المشكله راح ترجع تنفتح من اول وجديد. طبعا بعدها باري تيوب سمع الكلام اللي حكاه بالبودكاست ونزل مقطع عنه. لا ومو بس هيك، نزل دس قل ما يقال عنه انه فاير، حرفيا كان فاير الدس يا جماعه الخير. طبعا الشيء اللي عجبني بالدس انه حرفيا باري تيوب باي شكل من الاشكال فينه ينزل لك دس. نزل لك دس بالاوبرا، نزل لك دس بالاناشيد، نزل لك دس بالمهرجانات المصريه. يعني حرفيا ما في حركه بالدسات الا ما نزلها باري. يعني انا بصراحه ماني عرفان لوين بده يوصل الادمي. وطبعا بعد الدس صار في شيء او حركه اجت من كويلي خلتني بصراحه احترمه اكثر، واللي هو نزل تغريده وحكى فيها الاتي. كتب فيها: تمام نسكر الموضوع بالكامل وننهي كل شيء لانه صرنا اضحوكه، وهذا السبب الرئيسي اللي كان يخليني اكتب تغريدات واحذفها، لاني اتفشل من نفسي اني ادخل بهالنقاشات اللي تخلي الناس تضحك علينا. وصراحه بين انه هو ما انه حابب يكبر الموضوع ويرجع لمشاكل القديمه، وهذا الشيء صراحه خلاني احترمه. والشيء اللي خلاني احترم باري تيوب اكثر هو رده على هاي التغريده، واللي كتب له: انا مسكر الموضوع من سنتين ولا جبت سيرتك في اي مكان ولا مجرد تلميح، لا تطلع تقلل مني في اي مكان وما بتشوف مني كلمه. الرد اللي كان منطقي جدا، لانه باري حرفيا طول السنتين اللي فاتوا كان ساكت، ولولا كويلي ما نزل وحكى عنه في بودكاست فما كنتوا سمعتوا اي شيء من باري. فهذا حقيقه صراحه. فانا بصراحه يعني حابب اشكر كويلي انه انهى الموضوع على بكير وما تطور اكثر من هيك زي هذيك السنه، فشكرا على التغريده. وبنفس الوقت حابب اشكر باري تيوب على الدس الاسطوري اللي خلانا نسمعه، مو تقليلا من كويلي لا، ولكن حرفيا نادر ما نسمع فن بهاي الطريقه، نادر ما نسمع دسات باسلوب مختلف، ويعني شغل اون فاير بصراحه. والله انه كان طرب، يعني صراحه كان ودي انا انه لو كملت المشكله شوي، فاهمين انتم، مشاهدات واشياء، ولكن ما علينا. المهم انتهت القصه الحمد لله، تصالحوا الشخصين. وبالنهايه حاب احكي يعني موضوع جدا مهم، انه لا تسمعوا لاي احد على النت، لا تسمعوا لاي احد بيحكي اي شيء على الانترنت، ابحثوا وتاكدوا من الشيء انتم بنفسكم، شوفوا مصادر ولا تصدقوا اي شيء على النت، فاهميني؟ يعني حتى لو انا بكره بنزل مقطع بنصحكم تعملوا فيه شيء، لا تصدقوني، روحوا وابحثوا وشوفوا لو كلامي صحيح وبعدين على اساسه تصرفوا. وبس والله يعني يا ريت لو عجبك المقطع تقدر تعبي بزر لايك وتشترك في القناه لو ما كنت مشترك. خلينا نوصل 10,000 مشترك حالنا بقى، وخلونا نحاول نوصل هذا المقطع ل 100 لايك. God damn.
ديم يا عدي، والله صار عندك متابعين وصرت تطلب 100 لايك. شكرا لكم على متابعتكم للمقطع، كان معكم داي. وبالمناسبة قبل ما انهي لا تنسوا تتابعوا حسابي بالانستغرام، الرابط تحت بالدسكربشن، روحوا تابعوني هناك. وبس انشروا المقطع بكل مكان. كان معكم داي، سلام.